قصة النهاردة بتتكلم على ماي نام. ماي نام بنت مراهقة وخجولة جدا، ما عندهاش ثقة في نفسها لدرجة إنها بتلبس صندوق على دماغها طول الوقت. هي عندها حالة غريبة بتخليها تكره شكل وشها، ومقتنعة فعلا إنها أوحش واحدة على الكوكب وإنها لازم تختفي عن الناس. في الحقيقة بقالها أكتر من 3 سنين ما بصتش في المراية، وكمان ما خرجتش من البيت. ماي نام عايشة مع أخوها بالوين وباباها مستر بون اللي دايما قلقانين عليها. في يوم بالوين رجع البيت وكوعه متعور، واعترف انه سرق حاجة علشان ينقذ نفسه من مشكلة، وحاول يلهي باباه بالكلام عن اخته وانها مجنونة بسبب حالتها. ماي نام كمان بيجيلها نوبات هلع كتير وصعوبة في التنفس لما بتتوتر. كلام بالوين جرحها وخلاها تتنفس بصعوبة، لكن مستر بون اللي اتعود على ردود افعالها في السنين اللي فاتت قدر يهديها. بعد كده ماي نام بتحكي في مدونتها قصة حياتها وازاي بقت بطة قبيحة. يمكن الناس تتفاجئ لما تعرف ان اول 13 سنة من حياتها كانت زي اي بنت عادية، عندها اصحاب وحياة اجتماعية وواثقة في نفسها. لكن في الاعدادي وقعت في حب احلى ولد في الفصل، وكانت مغرمة بيه جدا لدرجة انها في يوم اعترفت له قدام الكل، لكن والخيبة املها الولد ما بدلهاش نفس الشعور. بالعكس، رمى هديتها على الارض وقال لها انها اوحش بنت شافها في حياته، وطلب منها تلبس كيس على دماغها، وقال ان وشها بيخوف. اصحابه في الفصل كلهم قلدوه وبدأوا ينادوها بالقبيحة. الموقف ده كان صادم ليها لدرجة إنها انعزلت عن الكل ورفضت تروح المدرسة تاني. مستر بون حاول يقنعها ترجع، لكن لما فهم إن المشكلة حقيقية قرر يخليها تتعلم في البيت. بعد الحادثة ما بصتش في المراية لمدة سنة وما خرجتش بره البيت، لحد ما في يوم كانت بتحاول تطلع بالونة علقت بره، فواحد غريب قرب يساعد. وقتها بسرعة لبست كيس ورق على دماغها علشان تخبي وشها. في اللحظة دي اكتشفت إنها أكتر وقت بتحس فيه بالراحة هو لما وشها بيكون متغطى، وإن وضع الكيس ده كان مريح جدا وكأنها لقت نصها التاني. من اليوم ده ما ورتش وشها لأي حد. مع الوقت الكيس بقى صندوق علشان يبقى متين أكتر. أوقات قليلة جدا أهلها بيشوفوا وشها، لكن هي بتفضل تستخبى حتى منهم، ونادرا لما بتبص في المراية. ماي نام بقت تقضي أغلب وقتها على السوشيال ميديا، بتتكلم مع ناس من غير ما حد يشوف وشها، وهناك بتحس إنها في أمان أكتر. تاني يوم مستر بون راح لدكتورها وطلب منه علاج فوري لحالتها. الدكتور وضح إنها مش مريضة، لكن عندها حالة معروفة في اليابان باسم هيكيكوموري، ودي بتصيب المراهقين أو الشباب اللي بيعزلوا نفسهم عن العالم وبيقعدوا في أوضة لوحدهم أيام وشهور أو حتى سنين وبيرفضوا يتواصلوا مع أي حد. الدكتور قال إن حالتها مش خطيرة قوي لأنها لسه بتتكلم مع أهلها، وده معناه إن في فرصة إنها تتواصل مع ناس تانيين لو اضطرت تخرج. مشكلتها الوحيدة إنها خايفة، ونصح مستر بون إنه يخرجها من البيت قبل ما تقطع علاقتها. حتى على العشاء ماي نام كانت بتشرب بشاليمو ورافضة تشيل الصندوق. بصوت جدي بقى جدا مستر بون طلب من أولاده يسمعوا كويس. هم قطعوا كلامه وفكروا إنه يا إما عنده سرطان يا إما مثلي، لكنه نفى الاتنين وقال إنه عايز ماي نام تروح المدرسة مع إخواتها ابتداء من بكرة. ماي نام افتكرت إنه بيهزر ورفضت، لكن المرة دي مستر بون كان مصر. حتى بالون استغرب جدا إصرار بابا. ماي نام قالت له إنها بتكرهه وجريت على أوضتها، وقضت الساعة اللي بعدها بتعيط ومتوترة من بكرة جدا. هي متأكدة إن الكل هيتريق عليها علشان الصندوق، لكنها شايفة إن ده أهون من إنهم ينادوها بالقبيحة. بالون علشان يهون عليها جاب لها صندوق جديد وقرر يساعدها تزينه. لأول مرة شالت الصندوق وكشفت عن وشها اللي مش قبيح خالص. أخوها طمنها إنه مش هيسمح لحد يضحك عليها، لكن ده ما طمنها. وبعد ما زينوا الصندوق تاني يوم مستر بون وصلهم المدرسة. بالون نزل ومشي، لكن ماي نام بدأت تتوتر وتنهج تحت الصندوق. مستر بون شغل موسيقى هادية وشجعها تنزل، وهي اعتذرت له عن كلامها امبارح وشكرته انه بيحاول يساعدها. لما نزلت باباها قعد يعيط قلقان عليها. هي بقى مسكت نفسها ودخلت المدرسة، والصندوق الكبير لفت الأنظار والكل بدأ يبص ويهمس
وده زود توترها جدا، فكرها بيوم إهانتها من سنتين. بدأت تحس بدوخة وكأنها هتقع، لكن ولد جه يساعدها وفي آخر لحظة، وكان لابس خوذة، وده خلى توترها يقل شوية. الولد ده قدم نفسه باسم مينتون، لكن هي اتوترت وجريت بعيد. وهي ماشية خبطت بالغلط في أكتر ولد مشهور في المدرسة، زيرو. زيرو هو وأصحابه بدأوا يطلبوا منها تشيل الصندوق، فضوليين جدا عايزين يعرفوا شكلها. لما رفضت وحصروها وحاولوا يشيلوه غصب عنها، مينتون وقفهم وشال الخوذة اللي على راسه وكشف وشه. زيرو ومينتون بصوا لبعض بغضب وقرروا يحلوا المشكلة بره المدرسة. مينتون مسك ايدها واخدها بعيد. بعدين ظهرت وهي واقفة بتوتر قدام المدرسة. كانت عارفة حالتها فطلبت من الطلبة يحترموا خصوصيتها، لكن زي أي مراهقين بدأوا يتريقوا عليها ويزنوا إنها توريهم وشها. مينتون كان في نفس الفصل وزعلوا قوي تصرفات زمايله. ماينيم راحت وقعدت في آخر دكة وفضلت طول الوقت وشها لتحت. في الفسحة راحت الكانتين تدور على أخوها، لكن ما لقيته. الطلبة ما بطلوش يبصوا ويتكلموا عنها. شلة ولاد شافوها بتاكل والصندوق على راسها وحاولوا يشيلوه غصب. الكل كان شايفهم بيتنمروا عليها، لكن ضحكوا بدل ما يساعدوها. في الآخر مينام سابت أكلها وجريت بره وهي بتعيط وهي لوحدها في الفناء. فجأة لقت مينتون جنبها وكان لابس خوذة، فافتكرت إنه بيهزر، لكن هو وضح لها إنه بيحب شكله وهو لابس الخوذة مش بيقلدها. شاركها الساندوتش بتاعه علشان ما كانتش أكلت. مينام حست براحة أكتر وهي بتتكلم معاه. بدأوا يهزروا ويضحكوا، لكن هي قالت إنها مش هتيجي المدرسة بكرة. مينتون قال لها إنه صاحبها ولازم تيجي حتى علشانه هو. بعد المدرسة مينتون وزيرو اتقابلوا زي ما اتفقوا ودخلوا في خناقة كلامية. مينتون سخر من زيرو علشان دايما ماشي مع شلته وتحداه في خناقة 1-1. زيرو وافق وخلى أصحابه يقفوا على جنب. مينتون وجه أول ضربة، لكن زيرو رد بضربة قوية. في الوقت ده مينام كانت راجعة البيت وشافتهم بيتخانقوا مع بعض. فجأة البوليس وصل واضطروا ان هم يفترقوا. زيرو وهو ماشي شافها وشدها معاه. جريوا لحد ما وصلوا مكان هادي، وهناك شال الصندوق من على راسها بالقوة. اول ما شاف وشها اتصدم من جمالها، لكن هي افتكرت انه بيتفرج عليها عشان هي وحشة، وذكرياتها صدمتها ورجع تاني في دماغها وفقدت الوعي. لما فاقت لقت نفسها في سرير المستشفى من غير الصندوق، فبدأت تتوتر أكتر. حطولها ماسك على وشها عشان تهدى. باباها اعتذر إنه أجبرها تروح المدرسة، وعلشان هو ندمان سمح لها تفضل في البيت. لكن المفاجأة ماينيم قالت له إنها عايزة ترجع المدرسة بس علشان تنتقم من زيرو لأنه شال الصندوق منها. تاني يوم زيرو كان لوحده بيفكر في ماينيم ومش فاهم ليه بتغطي وشها وهي جميلة كده. فجأة ماينيم ظهرت وبصت له وادت له بالقلم على وشه. أصحابه حاولوا يقربوا لكنه منعه. حاول تاني يشيل الماسك من على وشها، لكن مينتون وقفهم وبدأت خناقة تاني. ماينيم وقفتهم وأخدتهم على جنب. في الوقت ده الخبر عن خناقة الولدين الحلوين قوي على البنت أم صندوق انتشر في المدرسة. ماينيم صرخت فيهم إنهم بيصعبوا حياتها أكتر. مينتون قال إنه كان بيحاول يساعدها، لكن زيرو ضحك وقال إنه متأكد إن مينتون معجب بيها زيه. مينتون حس إن زيرو عايز يدخل معاها في علاقة وسأل لو ده حقيقي. زيرو اتلخبط وأنكر وقال إنها وحشة جدا، والكلمة دي فجرت جرحها القديم تاني وخلاها تفقد الوعي تاني. مينتون ساعدها، لكن زيرو وقف وبيغلي من الغي. تاني يوم ماينيم رجعت لوضعها القديم، رافضة تخرج أو تتكلم مع أي حد. مستر بون وبالوين كانوا بيفكروا يعملوا إيه علشان يساعدوها. فجأة حد نداهم من بره. كان زيرو جاي يعتذر، لكن بالوين منعه يدخل واتهموا إن رجع أخته لحالة الاكتئاب تاني. الصبح مينتون جه يفرحها، لكن رفضت تدخله أوضته. بعد إلحاحه الشديد لبست ماسك وخرجت له، واتصدمت إنه عامل لها صندوق بطة تحطه على راسها وما قدرتش تمسك ضحكها. هو كمان عامل لنفسه خوذة بطة. لبسوهم وقعدوا ياكلوا مع بعض، وهو وعدها إنه هيحميها وأقنعها ترجع المدرسة تاني. تاني يوم وصلها بنفسه وهي لوحدها. زيرو حاول يعتذر، لكن بالوين
قطع كلامهم وقال له يمشي. بعدين في الحصة بنت اسمها أوزون جات لماي نام وطلبت منها توقف زيرو عن التنمر بالناس. ماي نام أنكرت إنها ليها علاقة بيه ومشيت. حتى في الفسحة الطلبة طلبوا منها نفس الطلب لكنها رفضت. فجأة عرفت إن زيرو بيضرب أخوها فجريت ولقت أصحابه بيضربوا بالون. زيرو وقفهم وقال إن بالون بدأ الخناقة. ماي نام اتهمته إنه حرامي وبيتنمر على الطلبة الضعاف علشان ياخد فلوس أو وجبات. زيرو اتصدم وقال إنه منعهم من التنمر على الأضعف. ماي نام طلبت منه يبطل أذية للناس فقال لها لو شالت الصندوق هيوعدها ما يستخدمش العنف تاني. مفيش حل تاني. شالت الصندوق وكشفت وشها والكل اتصدم. بعدها حضنت مينتون وهي بتعيط علشان الكل شافها النهارده. هو اتفاجئ بيشوفها لأول مرة لكن ركز على إنه يهديها. في البيت بالون وراها التعليقات على صورة انتشرت ليها وكانت كلها إيجابية لكن ده ما أقنعهاش إنها جميلة. دخلت أوضتها ولقت الشباك مفتوح وزيرو طلع فجأة وطلب منها تسكت. اعتذر عن إنه ناداها بالقبيحة واعترف إنها أجمل بنت شافها. بعد ما مشي كلماته فضلت تدور في دماغها. سألت صاحبتها على النت تبص على صورتها في صفحة المدرسة ولما قالت لها إنها كيوت بدأت تصدق. لأول مرة من أكتر من 3 سنين جابت مراية وبصت على وشها واكتشفت إنها فعلا جميلة وما كانتش مصدقة عينيها. تاني يوم راحت المدرسة من غير الصندوق. الطلبة كانوا بيبصوا وبيتكلموا لكن المرة دي كانوا معجبين بجمال. رغم توتر مينام كانت مستعدة تبدأ حياة جديدة بثقة ما كانتش عندها قبل كده.